لما انتهى انمي هجوم العمالقة، هواية ناس بسرعة قرروا ان النهاية كانت سيئة. حتى قالوا ان النهاية تغيرت فجأة. قالوا ان سياما فجأة تراجع عن فكرته الأصلية وغير النهاية وتخلى عن كل التخطيط اللي اشتغل عليه لمدة سنين. وأساس هذا النقاش كان إيرين نفسه، نهاية القصة وكشف دوافعه خلت هواية ناس يعتقدون ان شخصيته خربت فجأة بالنهاية. حتى أنا كنت هيك أفكر وكرهت النهاية كلش. بس بمرور الوقت شفت هواية فيديوهات تعارض هاي الفكرة، قريت هواية تفاصيل بالعمل احنا كنا ما منتبهين لها بالبداية. وصلت القناعة مو بس فكرة ان النهاية متغيرة غلط تماما، لا بالعكس، ان نهاية ايرين مو بس منطقية وطبيعية، وانما كتابتها رهيبة ومبتكرة، رفعت شخصيته لمستوى قليل الناس راح يتوقعوه. ومهما كان رأيكم بالنهاية او بإيرين، اريد منكم بس تصبرون نهاية الفيديو حتى توضح لكم الفكرة. هدف هذا الفيديو ان ينهي الجدال للأبد ويتخلص من سوء الفهم اللي صار حول شخصية ايرين. وهذا الفيديو سويته بطريقة انه تقدرون تشوفوه بأي وقت، سواء بديتوا بالانمي او خلصتوا. ملاحظة أخيرة قبل لا نبلش، إنه هاي كلها رأيي الشخصي، يعني جزء تتفقون وياي أو تختلفون ماكو أي مشكلة. بالبداية هجوم العمالقة كانت قصة بسيطة، وشخصية إيرين كانت تتناسب ويا البساطة. هدفها الوحيد كان إنه يتخلص من كل العمالقة اللي سلبوا حرية البشر. ما كان يسأل شنو العملاق وليش يسوون، بس يعرف إذا اختفوا البشرية راح يصيرون أحرار. وبمرور القصة كل شي بدا يهز الفكرة البسيطة، اكتشف إنه هو نفسه يقدر يصير عملاق. بعدين عرف إنه أصدقائه هم اللي دمروا الجدران. بعدين عرف إنه كل العمالقة هم بشر محبوسين غصبا عنهم. وبالأخير صار واضح إنه أخطر شيء على البشرية هم البشر نفسهم، مو العمالقة. كل هالتطورات خلت إيرين يسأل، إحنا فعلا ضد منو جاي نقاتل؟ وجاوب هذا السؤال كان بالقبول لقوا الحقيقة المخفية عن العالم. وهذا الشيء قلب فهم إيرين للعالم 180 درجة وغير مسار شخصيته بالكامل. بس حتى نفهم ليش تأثر هيك لازم نفهم شغلة مهمة، شنو يعني الحرية بالنسبة لإيرين. إيرين وهو صغير كان طفل عادي مشيك بالعالم، كان عنده هوس بالحرية بالبداية، بس كان يحس بالملل من حياته، ما كان حتى ناوي يطلع برا الجدران. تحول اللي صار لما أرمن شوفه كتاب عن العالم الخارجي. هنا إيرين فهم شيء مهم، هو مو حر. أرمن شاف العالم بدهشة وفضول، أما إيرين شاف شيء مختلف تماما، شاف شيء مسلوب منه، مو فضول وإنما إحساس بالحرمان. من هنا صار عنده تعريف خاص للحرية. الحرية شيء انولد ويا الإنسان، وإذا انسرق منه لازم يرجع. من هنا بدأ دافع الحقيقي، مو مجرد قتل العمالقة وإنما استرجاع الحرية اللي انسرقت منه. بالنسبة إليه الحرية هي الشيء اللي شافه بكتاب أرمن، وما راح يكون حر إلا إذا شافه بنفسه. بس هنا المشكلة، حرية أرمن كانت فضول وأمل، أما حرية إيرين كانت غضب واسترجاع شيء مسلوب. وهذا الاختلاف هو اللي أدى للصراع بينهم. ولما وصلوا للقبول حقيقة كانت صادمة. ماكو عالم حلو ينتظرهم، العالم الخارجي أسوأ بهواية، ناس تعتبرهم وحوش وتريد تبيدهم. وهنا إيرين فهم الحرية اللي كان يحلم بيها ما كانت موجودة أصلا. من هنا يبدأ التناقض داخله، هو تعلم التعاطف بس بعده يريد الحرية بأي ثمن. وهذا التناقض صار دافع جديد، واللي خلانا نوصل لأهم نقطة. إيرين قرر يستخدم الرامبلينج ويمسح العالم، مو لأن هو مجبور وإنما لأن هو يريد هذا الشيء. هذا الشيء بالبداية ممكن يبين غريب، بس إذا نفهم شخصيته بعمق راح نشوف إنه هو هذا المسار الوحيد المنطقي له. وهاي كانت مجرد البداية. بعد ما فهمنا معنى الحياة إيرين، نرجع للسؤال المهم، شنو كان يقصد لما قال إذا قتلنا كل الأعداء نصير أحرار؟ هنا أرمين كان مبهور بالبحر، بس إيرين لا. أرمين شاف حلمه يتحقق، أما إيرين فهم إنه حلمه بعده بعيد. بهذاك الوقت أرمين استوعب شيء مهم، هو وإيرين ما عندهم نفس الحلم. أرمين كان يكفيه يشوف العالم، إيرين كان يريد أكثر. وهذا يوصلنا لنقطة أساسية بالفيديو. إيرين ما قدر يتقبل أن العالم الحقيقي مو مثل العالم اللي تخيله، ولهذا السبب استخدم الرامبلينج حتى يدمر العالم. مو لأن هو مجبور، لا، لأن هو يريد هذا الشيء. يمكن هذا الحكي بالبداية يبين كأنه تغيير بالقصة، بس الحقيقة إذا نغوص بشخصيته راح نشوف أن هذا هو المسار الطبيعي إلى من البداية. ممكن تعجبكم الفكرة أو لا، بس هي كتابة مميزة كلش وبصراحة تستحق التقدير. بس خلنا أوضح نقطة مهمة، من أقول إنه هذا هو السبب الوحيد لأفعال إيرين، بس هو هذا السبب الأساسي، لأن إيرين شخصية معقدة وعنده أكثر من دافع، وراح نسولف بهن كلها. هسه بعد ما فهمنا رغبته بالحرية، هواية أحداث بالقصة راح تبدي تتوضح. أول مثال مهم هو علاقته ويا راينر. إيرين وراينر مثل وجهين لنفس العملة، يعني إذا فهمنا شخصية منهم راح يساعدك تفهم الشخصية الثانية. خلينا نرجع راينر بالبداية. راينر انولد بمنطقة احتجاز، أمه ألدية وأبوه مارلي. أمه وعدته إذا يصير محارب راح يقدر يعيش ويا أبوه،
والمحاربين كانوا يحصلون لقب مارلي شرفي، وهذا الشيء يخليهم ينقبلون بالمجتمع. فراينر كرس حياته حتى يصير محارب، كان يتصور إذا يصير بطل راح أبوه يحب، بس لما راح لأبوه انصدم، أبوه ما تقبله. بس رغم هذا ظل متمسك بحلمه، إذا ما قدر يحصل حب أبوه على الأقل يصير بطل للعالم، على الأقل يصير بطل بعين الناس. ومن هنا صارت مهمته إنه يدمر الجدار. وبمرور الوقت بدأ يشك، أصدقاء الأعداء مو أشرار مثل ما قالوا عنهم، بالعكس حبهم وحس بالانتماء وياهم. بس رغم هذا اختار يكمل، قتل ماروك وساهم بتدمير الجدران. زي ليش؟ لأن حلمه كان أهم من كل شيء، وهنا خان نفسه ومبادئه حتى يوصل للي يريد. بس بالنهاية ما حصل شيء، رفض من العالم وصار ما عنده شيء يعيش على موده. إيرين راح لمارلي، بالبداية كان يشوفهم أعداء، بس لما عاش وياهم فهم نفس الشيء اللي فهمه راينر. ماكو شياطين، كلنا بشر، كلهم نفس الشيء داخل الجدران وخارجها. وهنا إيرين بدأ يفكر، إذا راينر فهم هالشيء ليش بعدها دمر الجدران؟ وجوابه كان كلش واضح، لأن هو كان يريد هذا الشيء من داخل. وهنا إيرين استوعب هو وراينر نفس الشيء، ولهذا واجهه حتى يتأكد. المواجهة اللي كانت بيناتهم إيرين كان متأكد من جوابه، وكان بس يريد من راينر يعترف. راينر بالبداية كان يبرر، كنت أريد أنقذ العالم مثل ما يقول، بس إيرين كان يعرف الحقيقة. قال له هذا مجرد عذر. ويا الضغط راينر انهار واعترف، هو سوى كل شيء لأن كان يريد هذا الشيء. وهذا الاعتراف بين الإيرين وإحنا كمشاهدين أنهم اثنينهم متشابهين، اثنينهم يعرفون اللي سووه غلط بس يكملون لأن هذا الشيء اللي يريدون. وهنا إيرين قال الجملة المهمة، أنا مثلك، مو على نفس الهدف وإنما نفس التفكير، نفس الطبيعة. وبعدها بدأ الهجوم اللي وصلنا لتدمير العالم. السؤال المهم، ليش إيرين هيك؟ ليش يريد الحرية بهالشكل؟ الجواب يرتبط بثلاث أشياء أساسية: الطبيعة، الإرادة، والأحلام. زيك كان يعتقد أن كريتشا هو اللي صنع إيرين، بس بالحقيقة إيرين كان طبيعي، وهذا خلى زيك ما يفهم أبدا. السبب أنه إيرين كان عبد لطبيعته. زين شنو يعني هذا الحكي؟ يعني هو اختار يكون هيجي، بس جزء من هذا من الولادة. إسياما وضح هذا الشيء بمقابلة قديمة، حكى عن الفكرة. من قال أنه هل الإنسان مسؤول عن طبيعته؟ إذا شخص مولود بطبيعة معينة، هل هو مذنب لو مجرد صدفة؟ وهذا هو جوهر شخصية إيرين. إيرين انولد وعنده رغبة بالحرية، وبسببها صارت عنده رغبة إنه يدمر العالم اللي قيده. وهنا المفارقة، يمكن إيرين ما كان حر أصلا لأن هو عبد لطبيعته. فكرة الحلم، هو الشخصيات بالقصة عندهم حلم بس مو كلهم نفس الشيء. واحد منهم كيني أكرمان. كيني كان قاتل وعايش حياته بالكراهية، بس كان عنده حلم يصير قوي حتى يصير إنسان طيب. شاف الملك يوري رجال قوي بس طيب، فقال إذا أصير قوي مثله أصير طيب. بس شنو اللي صار؟ صار أكثر قسوة، وبنهايته فهم الحقيقة، كل الناس عبيد الأحلام، وإذا استمروا وراء أحلامهم راح يدمرون نفسهم. فترك حلمه وانطى حقن ليفاي، وبهاللحظة حصل على السلام. وهذا فرق كلش مهم. كيني قدر يترك حلمه، أما إيرين لا. إيرين ظل عبد الحلم حتى النهاية. الحقيقة المرعبة إنه إيرين ما تغير، إحنا اللي تغير فهمنا إليه. لما شفناه من جهة العدو فهمناه دافع مو حلو، وإنما قاسي مرعب ما عنده رحمة. إيرين كان مستعد يسوي أي شيء حتى يحقق حلمه، حتى لو كان يعرف إنه غلط. وهنا تحول من البطل الخصم، وكل هذا صار لذروة الرامبل. بنحكي عن الذكريات المستقبلية والزمن، قبل أي شيء لازم نفهم قاعدة مهمة كلش بعالم هجوم العمالقة. أكو خط زمني واحد بس، ماكو أكوان متعددة ولا خطوط زمنية متفرعة. يعني المستقبل اللي نشوفه هو الوحيد الممكن. شنو شاف إيرين فعليا لما إيرين لزم إيد هيستوريا؟ شاف مستقبله مباشرة. هو بالحقيقة شاف ذكريات أبوها غريتشا، بس لأن غريتشا شاف المستقبل من خلال إيرين شاف المستقبل بشكل غير مباشر. يعني إيرين ما شاف المستقبل وإنما شاف الماضي اللي بيه المعلومات عن المستقبل. هذا فرق مهم كلش. ليش؟ لأن هذا يحدد شنو كان يعرف إيرين وشنو ما كان يعرف. إيرين كان يعرف بس الأشياء اللي غريتشا شافها، وغريتشا ما كان شايف كل شيء. يعني إيرين ما كان يعرف كل التفاصيل المستقبلية. وأهم نقطة، إيرين ما كان يعرف إنه بالنهاية راح يوقفوه. وهذا الشيء كلش مهم، لأن هواي ناس فاهمين غلط إنه إيرين كان مخطط لكل شيء من البداية، وبصراحة هذا الحكي لا، غلط. إيرين لما بدأ الرامبلينج كان ناوي يدمر العالم كله. زي شلون نعرف هذا؟ لأن غريتشا نفسه ما كان يعرف شنو راح يصير بعد هذا، كان مرعوب من اللي شاف. بس إيرين كان متحمس كلش، وهذا يوضح الفرق بيناتهم. وقت إيرين عرف إنه راح يوقفوه بعد ما حصل قوة العملاق المؤسس. هنا صار يشوف الزمن كله مرة واحدة، الماضي والحاضر والمستقبل كلها صارت بنفس اللحظة. وهنا عرف شغلتين مهمات: أصدقاء اللي راح يوقفوه، وميكاسا هي اللي راح تنهي لعنة العمالقة.
وهذا غير خطته. أهداف إيرين بالنهاية كان عنده هدفين: يعيش الحرية ويحمي أصدقائه، بس بعد ما عرف النهاية صار عنده أهداف إضافية: ينهي لعنة العمالقة ويخلي أصدقائه أبطال. زين ليش سمح لنفسه ينهزم؟ لأن ما كان يقدر يقتل أصدقائه. حتى لو يريد يكمل هذا الشيء مستحيل بالنسبة له، فالهزيمة كانت حتمية. وبنفس الوقت هو حقق اللي يريده، شاف الحرية ونقذ أصدقائه. أكو شغلة مهمة إيرين قال: حتى لو ما أعرف إنه أنا راح أنهزم كنت راح أسوي نفس الشيء. زين ليش؟ يقول إن أنا ما أعرف بس كنت أريد هذا الشيء. هذا هو جوهر شخصيته، مو منطق ولا خطة، وإنما رغبة داخلية مثل ما قلنا بداية الفيديو. إيرين كان صادق بمعظم الأشياء، بس كذب ببعض المواقف. كذب على زيك بخصوص خطة التعقيد، وهم كذب على ميكاسا وأرمن حتى يبعدهم عنه. بس كان صادق ويا فلون، وكان صادق ويا هستوريا، لأن بذيك الفترة كان فعلا ناوي يدمر العالم كله، بس كذب على أصدقائه لأن هو كان يعرف اللي يسويه شيء ما يختفى، فراد يبعدهم عنه حتى ما يتحملون ذنبه وحتى يقدرون يوقفوه بالنهاية. أكبر كذبة قالها الميكاسا إنه يكرهها. بالحقيقة كان كلش يحبها، بس ما كان يريدها تبقى مرتبطة به لأن نهايته معروفة، كان يريدها تعيش حياتها بدونه. الخلاصة إنه إيرين كان يعرف الصح من الغلط، بس هو اختار اللي يريده. كان عبد لطبيعته، هو ما كان بطل تقليدي ولا شرير تقليدي، كان إنسان مدفوع برغبة ما يقدر يسيطر عليها. وبنهاية القصة حقق حلمه اللحظة، خسر حياته وخلى أصدقائه يكملون الطريق، وهذا اللي يخلي شخصيته واحدة من أعقد الشخصيات بالأنمي. ولهنا وصلنا وياكم بنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. انتظرونا بفيديو جديد، قصة جديدة. تحية.